السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو كده على السريع للناس اللي هي بتتكلم بتقول احنا اللهم صل وسلم محمد بيحصل عندنا انتفاخات في الفطام والأرنب بينتفخ ويموت، أو بينتفخ ويجيله إسهال ويموت. ماشي؟ طب الحاجات دي بتيجي إمتى؟ بتيجي في الساعة، الأيام اللي فيها ساعة جامدة بيحصل انتفاخات، ماشي، والأرنب يموت، أو انتفاخ وإسهال والأرنب يموت. طب ايه اللي بيخلي الكلام ده يحصل؟ اقول لكم اللي يخلي الكلام ده يحصل، وبرضه نعالجوه ازاي؟ هو علاجه سهل، وبيجي برضه من حاجات برضه لو احنا يعني الحاجات دي يعتبر حاجات سهله بالنسبه للمربي، ازاي اللي هي سهله اللي انا ممكن نعرف نلمها ونعملها بسهوله خالص تمنع حكايه الانتفاخ ديت ان شاء الله. الانتفاخ ده ايه هو؟ الانتفاخ ده هو الكورستريديا. ماشي؟ بتيجي ازاي؟ اقول لكم بتيجي ازاي. بنيجي احنا طبعا في الشتاء، الكورستريديا بتيجي في الصيف وفي الشتاء، بس في الشتاء في حاجتين مربوطين ببعض بيجيبوا الكلام ده، اللي هي الساعه والاكل. هتقول لي طب ازاي الساعه والاكل؟ اقول لك ازاي. مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، بنيجي في الشتاء الارنب لما بتاكله من الساعه الجامده ما بيعرفش يهضم الاكل، الجهاز الهضمي بتاعه بيقف. بتيجي تحط له الوجبه الثانيه، بيكون الارنب لسه بطنه مليانه زي ما هي. الارنب بياكل ما فيش اي حاجه، بس بياكل والاكل في بطنه زي ما هو مش عارف يهضمه. من ايه؟ من كتر الساعه عنده الجهاز الهضمي واقف من الساعه، فبيحصل ايه؟ بيحصل عنده انتفاخ. ماشي؟ الانتفاخ ده بيجي ايه؟ الكوليسترول بيجي ميت. طيب ماشي. هنتكلم برضه في حاجه، طب ازاي هي بتيجي؟ برضه يعني ازاي بتيجي؟ المعده بتاعت الارنب ديت لازم يكون فيها نسبة فاضية يكون داخلها هواء عشان البكتيريا اللي هي النافعة تشتغل. لو المعدة اتملت كلها أكل اللي هو العلف، ماشي، بتمنع الهواء يخش فين؟ في المعدة. في البكتيريا الضارة اللي هي بتاعت الكروسيلا دي بتشتغل، في الأرنب بينتفخ ويجيله إسهال ويموت. في ناس بيقول ما بيجيلوش إسهال، فعلا في ناس، في أرانب ما بيجيلهاش إسهال، في أرانب بيجي لها إسهال وتموت، وفي أرانب بتنتفخ بس وتموت. دي حسب معدة الأرنب. اللهم صل على سيدنا محمد. طب ايه علاج الموضوع ده يا جماعه؟ علاجه سهل خالص، ماشي، وهنحلوه ان شاء الله مع بعض، ما فيهوش اي مشكله. انا برضه بنتكلم لان بيجي في فصل الشتاء ديت ناس ياما بيحصل معاها مشاكل اللي هي انتفاخات وكلام من ديت، فبتبقى عايزه معلومه زي دي عشان ايه؟ تعدي الفتره دي. احنا يا جماعه هنيجي في ايام الشتاء الجامد، ماشي، الارنب هنخففوا له في العلف. ممكن تاكله على وجبتين وممكن تاكله على 3. هناكله على 3 وجبات، يبقى نظبط له ال3 وجبات بمواعيد بالظبط. يعني كل مثلا هيبقى كل كام؟ كل 8 ساعات وجبه. كل 8 ساعات مثلا وجبه، يبقى انا ظابط ليه؟ ظابط للارنب الوجبه بتاعته. مش هنقدر ناكل 3 وجبات في اليوم، يبقى مثلا الارنب اللي بياكل 100 جرام في اليوم بحط له 50 كل 12 ساعه، هنحط له 80. نحط له 80 جرام بس، 40 و40 عشان الارنب يبقى بطنه خفيفه. ادي دي بالنسبه ليه؟ للاكل. لان الاكل زي ما احنا قلنا لما بالارنب بتاكله في الشتاء دي الجهاز الهضمي ما بيهضمش الاكل، بيتم راسي في المعده، بيحصل انتفاخات وكروسيدا والارنب يموت. فاحنا نخففه في الاكل. ادي دي حاجه. طب ايه اللي مربوط بالاكل؟ اللي مربوط بالاكل التدفئه. الارنب لو دفيان في الشتاء، لو الارنب انت مدفيه حلو في الشتاء مش هيحصل اي انتفاخات، وحط له وجبته العاديه عادي على مرتين. حطها له ما تنقص منها حاجه، حطها كامله، بس هو دفيان هيقدر الجهاز الهضمي بتاعه يشتغل ويقدر ان هو يهضم الاكل، ماشي، وما يحصلش انتفاخات والكلام ده. طب لو الارنب عندك ماشي ساعه جامده وانت بتدفي والتدفئه مش مؤثره، يبقى نعملوا الحاجتين مع بعض. هندفي على جدينا زي ما احنا هندفي، ونخف الاكل عشان الجهاز الهضمي بتاع الارنب يقدر اللي هو يشتغل ويقدر يهضم الوجبتين بتوع الشتاء. لان زي ما احنا قلنا الشتاء الساعه بتوقف الجهاز الهضمي، يبقى انا احط له ايه؟ احط له الوجبتين، احط له الوجبتين بتوعه بس اقلله منه. يعني مثلا هو بياكل 50 جرام في الوجبه احط له 40. يبقى الارنب مواعيد مظبوطه عشان ما مثلا ما تبقاش في فتره طويله، فتره قصيره ما يلحقش الارنب يهضم يحصل انتفاخات، فنعمل الحاجه دي. يبقى هم وجبتين، كل وجبه كل 12 ساعه، ماشي، ونخففوا الاكل والتدفئه. طب انا مثلا ما عنديش وسيله ان انا ندفي بيها الفطام، الامهات بتستحمل، الامهات بتستحمل شويه، ممكن نخفف للامهات الاكل في اليومين الساعه دولت، بس ما نخففش جامد برضه عشان الام ما تسكرش منك، هخفف لها شويه وهتعدي منهم، ما فيش اي حاجه مشكله خالص عند الام. المشكله كلها في اللحم اللي انت بتفطمه من عند الام، هو ده اللي بيحصل معاه المشكله دي، لانه بيبقى لسه مفطوم
وماشي. وانت لو حطيت له يعني لو حطيت للواحد ربع كيلو في اليوم اللي هو لسه مفطوم هياكله، لانه ارنب طفل شويه الصغير دي. احنا نعالجه ازاي مع الفطام الصغير؟ هنعالجه مثلا بالمشمع. نور كده ابو معتز، صور كده ابو معتز بالله بالمشمع زي كده، ماشي. هنحط مشمع زي ده، خلاص يا ابو معتز؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط المشمع زي ده يا جماعه، نروح نشتري مشمع عرضه 2 متر، زي ما انت بقى فيه 4 متر ممكن تقسمه بالطول، عايز فيه 2 متر هتجيب 2 متر، هو الخط بياخد عرض 2 متر في الطول اللي انت عايزه. بس لما نيجي نحطه على الارض مش عايزين نحطه مكتوم على الايه؟ على الخط على طول. لو انت عندك خط افقي زي الامهات كده ممكن تحط طوب ابيض هنا كده كل متر ونص، طوبه بيضاء اللي هي تعمل ايه؟ المشمع نظام 8. احنا طبعا عندنا الفطام دور واحد برضه افقي بس طالع منه الحديد بتاعه عالي شويه، فهو ده عامل زي الايه؟ زي ال8 كده، ماشي. عشان الارنب برضه المفرش ما يرسيش عليه قوي يعمل له مشاكل تنفسيه، ماشي. واهم حاجه في المفرش ديت اللي انا ننضف تحتيه عشان ريحه الامونيا بتاعت الزبد ما تطلعش على الفطام تجيب له التهاب رئوي. هو لو انت بتنضف هو مفيش اي مشكله فيه، يعني انا حطيته كده ونضفت ما يجيبش اي مشاكل تاني خالص مع البال، اللي هو يدفي الارنب ويخليه يتحرك ويخليه يقدر يهضم ايه؟ الاكل اللي هو بياكله. هو القصه كلها بس انت تخليه ايه؟ نازل كده نظام ايه؟ 7، وتنضف تحت الارانب باستمرار على طول 3 مرات في اليوم ولا حاجه عشان الزبد ما يعملش ريحه امونيا. وكده كده الشتاء بيساعد الزبد ده، الشتاء بيخلي الزبد بتاع الارنب ما بيطلعش ريحه جامده، بس الوقايه اللي احنا ننضف ايه؟ 3 مرات في اليوم مثلا. بس هي دي علاج الالتهاب، العلاج الانتفاخ، ماشي. هو مشاكله بسيطه، ماشي، وعلاجه بسيط. مشاكله اللي هي بتيجي بس من الساعه وزياده على في دوت في ايدينا، في ايديا اللي انا اخفف الاكل وفي ايديا اللي انا ادفي الارنب. خلصنا من القصه دي، ماشي. دي احنا بنتكلم على نظام الشتاء. نظام الشتاء هو دي نظام الشتاء. طب الصيف الكوليسترول بتيجي في الصيف؟ بتيجي في الصيف. مربوطه بايه في الصيف؟ الكوليسترول مربوطه في الصيف على نظافه، اللي انا انضف للارنب عشان ما ينحس اي حاجه وما ينحس الزبل بتاعه اللي بنزله على سلك كوبايات، منضف تحتيه، فدي بتمنع عليه الكوليسترول. طب ايه تاني اللي بيمنع الكوليسترول في برضه في الصيف؟ العلف. ما هو زي ما العلف بيجيب كوليستريديا في الشتاء، ماشي، بيجيب كوليستريديا برضه في الصيف. هتقولي طب ما الجو حر والارنب بياكل وجبته عدو وبيهضمها، ماشي بياكل، بس لو انت حطيت له زياده عن اللزوم، ما احنا قلنا لازم المعده يكون فيها مكان فاضي يكون فيه الهواء، اللي هو الهواء ده اللي بتعيش فيه البكتيريا النافعه اللي ايه؟ اللي بتحارب بكتيريا ايه؟ البكتيريا بتاعت الكوليستريديا. فانا لازم ادي الارنب وجبه على قده، ما اجيش في الصيف واكبسه اكل عشان يحول معايا لحم، يقول الجو حر وعايز الارنب ياكل يوم عشان يحول لحم. انت بتديله بتكتم الهواء اللي في المعده، ما بتخليش المعده تخش لها اي هواء، البكتيريا بتاعت الكوليستريديا بتتنشط بتشتغل، بيجيب له كوليستريديا برضه انتفاخ واسهال، وتلاقيه قلب معاك ارتهاب رئوي في الاخر ويجي ميت. يبقى كده احنا عرفناكم الصيف تتعاملوا بيه ازاي، ماشي. الصيف نظافه وما تحطش علف زياده، وفي الشتاء نقلل العلف، ماشي، وندفي الارنب. خلصت كده من ايه؟ وما تنساش برضو النظافه في الشتاء، مش معنى كده ان انت ما تنضفش في الشتاء، لا، هي النظافه موحده، صيف شتاء بتنضف زي بعض. بس في ديت اللي قلنا لكم نظام الشتاء ازاي ونظام الصيف ازاي، وان شاء الله يبقى خير باذن الله وربنا يوفق الجميع يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.